السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة إكرام أميرة، وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة إن شاء الله. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو، واليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد الوصفة اللي كتجي رائعة بزاف وسهلة في التحضير. كما كتشوفوا معايا في الفيديو غادي نشارك معكم ميني طاكوس اللي كيجيو أكثر من رائعين وكيجيو بنان بزاف. إلا جربتوهم أكيد إن شاء الله غادي يعجبوكم، وتابعوا معايا الفيديو حتى الأخير وفرجة ممتعة. وعلى بركة الله نبداو في تحضير الوصفة ديالنا. عندي هنا في المقادير 500 غرام من الدقيق الفورس الخاص بالحلويات، عندي واحد الساشي ديال خميره ديال الحلوى، عندي هنا واحد معلقه كبيره ديال بودره الحليب، شويه ديال الملحه، وملعقه صغيره ديال السكر صنيده، وعندي هنا نصف كاس العنبه ديال الزيت والماء باش غادي نجمع هاد العجين، ماء اللي يكون بارد. ودابا غادي ندوزو نديرو هاد العناصر ديال الدقيق ديالنا. اول حاجه كنبداو بها ديك الخميره ديال الحلوى، وعندي هنا معلقه صغيره ديال سنيده، شويه ديال الملحه، معلقه كبيره ديال بودره الحليب، ونصف كاس العنبه ديال الزيت. ودابا كنجمعوا العجين ديالنا بالماء البارد، المهم كنعجنوه مزيان وندلكوه وصافي. خصو يجي عجين اللي هو لين شويه كما كتشوفوا معايا. دابا غادي نغطيو العجين ديالنا بالسلوفان، ثم غادي نخليه يرتاح يطلق لينا مزيان باش تسهل لينا الخدمه ديال هاد الخبز ديال الطاكوس. بعد ما عجنا العجين ديالنا مزيان وخليناه يرتاح، دابا غادي ندوزو نوجدو الحشو لهاد الميني طاكوس. عندي هنا كميه من صدر الديك الرومي اللي قطعته الى مربعات اللي يكونوا شويه كبار، وعندي شويه ديال الفلفله حمراء، وكذلك عندي 3 ديال البصلات اللي هما متوسطين طحنتهم في الهشوار، وعندي هنا التحميره معلقه صغيره ديال التحميره، شويه ديال الابزار، عندي معلقه صغيره ديال خرقوم بلدي، وشويه ديال الملحه وشويه ديال الكمون. وانا غادي نديرهم مباشره على هاد الحشو ديالي، ثم كذلك كنضيفو شويه ديال الزيت وكنديرو هاد الحشو يطيب مزيان. المهم كنخليوه حتى يطيب مزيان وينشف. المهم هاد الميني طاكوس ضروري ان هاد الحشو ديالنا ينشف مزيان. دابا غادي نخلطو الحشو ديالنا مزيان، ثم غادي نديروه يطيب، وغادي نرجعو نكملو التتمه ديال العجين. بعد ما ارتاح لي العجين ديالنا مزيان، دابا غادي ندوزو نشكلوه. المهم هنا غادي نحطو فوق سطح العمل، ثم غادي ندلكو غير شويه، وغادي نقطعو الى 12 كره اللي يكونوا بنفس الحجم. المهم كنجمع هاد الكرات ديالنا جيدا، ثم كنخليوه المره الثانيه يرتاح مزيان ونطلقوه. بعد ما ارتاح لي العجين ديالنا المره الثانيه، دابا غادي ناخذو نطلقوه. المهم هنا بمساعده الدلاك وشويه ديال الدقيق الفورس وصافي، وكنطلقوا هاد الكره ديالنا حتى تكون رقيقه كما كتشوفوا معايا. ودابا درت المقله ديالي تسخن. المهم اي وحده كنطلقها كنديرها فوق المقله كنطيبها مباشره، وبنفس الكيفيه كنطلقوا ديك الكميه اللي ديال العجين ده. ودابا كنديروه يطيب كما قلت لكم. درت المقله ديالي تسخن مزيان، وغير كنديرو كيتشمع شويه، ثم كنقلبو على الوجه الثاني. وكذلك ما كنخليهش يطيب بزاف في المقله، حيت يطاب لكم بزاف غادي يتكسر لكم. وهذا هو السر ديال الطاكوس ديالنا باش تجينا ناجحه، ما كنخليوهاش في الطياب بزاف. المهم كنخليوها غير تشمع شويه من الوجه الاول، ثم كنقلبوها على الوجه الثاني وصافي، وكنحيدوها وبنفس الكيفيه حتى نطيبوا كاع ديك الكميه كذلك اللي عندنا. بعد ما كملنا طيبنا الخبز ديال الطاكوس ديالنا، شوفوا معايا كيجي واحد الخبز اللي رائع بزاف وناجح 100%. غنجربوا الطريقه ديالي اكيد ان شاء الله غادي ينجح معكم هذا الخبز ديال الطاكوس، وممكن انكم تحتفظوا بهاد الطاكوس ديالكم. المهم كتجي ناجحه وكتبقى لكم مده طويله. المهم في اي وقت ممكن انكم تستعملوها. المهم كتاخذوا واحد الكيس بلاستيكي، ثم كديروا فيها ديك الكميه اللي بغيتوا طيبوها مره اخرى. المهم كما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه كنحتفظ بالخبز ديال الطاكوس ديالي، وكيبقى ليا مده اللي غادي تاني نستعملو. المهم هنا وريت لكم كيفيه الاحتفاظ بهذا الخبز ديال الطاكوس،
ودابا غادي ندوزو للتتمه ديال الوصفه ديالنا. ودابا غادي ناخدو نقطعو هاد خبز الطاكوس ديالنا، غادي نخرجو منه ميني طاكوس. وهنا كناخد هاد القطع الدائريه وكنبدا نقطع هاد الخبز ديال الطاكوس. المهم كما كتشوفوا معايا كنخرج منه دوائر اللي هما صغار. ودابا غادي ندوز نوريكم العماره ديال هاد الطاكوس. وهنا هذه هي العماره اللي شاركت معكم بعد ما خليتها طيب مزيان ونشفات. المهم خصكم تخليوها حتى تنشف مزيان. وعندي هنا هاد الصلصه اللي غادي نرافق بها هاد الميني طاكوس. كما شفتوا معايا عندي شويه ديال مايونيز، شويه ديال الكيتشوب، وشويه ديال صلصه الجيريان حيت هي حاره، درت غير شويه ما بين فرماج حمر وموزاريلا. وعندي هنا ميني طاكوس ديالي. المهم خصكم ديروهم مباشره في اكياس ديال البلاستيك باش ما ينشفوا لكم. ودابا غادي ندوزو نعمرو ميني طاكوس ديالنا. وعندنا هنا هاد المول ديال الدجاج فين غادي ندير هاد ميني طاكوس بعد ما دهنته مزيان بالزبده. ودابا غادي نبداو العماره ديال ميني طاكوس. ودابا كناخد اول حاجه غادي نبداو بها هاد الصلصه كنخلطوها مزيان. المهم نعيد معكم، عندي هنا شويه ديال مايونيز، شويه ديال الكيتشوب، وشويه ديال صلصه الجيريان. ودابا كنبداو ندهنو هاد ميني طاكوس ديالنا بهاد الطريقه كما كتشوفوا معايا. وصافي وكنديروا الحشو. وتنبداو نجمعوا هاد الميني طاكوس ديالنا، ثم كنرتبوهم في هذاك المول ديال الدجاج اللي دهناه كما قلت لكم بالزبده. ضروري انكم تدهنوا بالزبده باش ما يلصق لكم هاد الميني طاكوس ديالكم في هاد المول. وهنا غادي نستفهم بهاد الطريقه كما كتشوفوا معايا في الفيديو. المهم كيجي الشكل ديالهم رائع بزاف، وحتى المذاق كيجي اكثر من رائع. جربوهم اكيد ان شاء الله غادي يعجبوكم. يعني ميني طاكوس اللي هما سريعين وسهلين في التحضير وشي حاجه رائعه. بعد ما كملنا عمارة ديال الميني طاكوس ديالنا، دابا غادي نديرو ليها الفرماج. وهنا عندي شويه ديال الفرماج موزاريلا وشويه ديال الفرماج حمر مخلطين. وهنا كنديرو على ميني طاكوس ديالي. والطياب راه ديجا شعلت الفران يسخن مزيان، ثم غادي ندير فيه هاد الميني طاكوس ديالنا من الفوق. غير طيب لينا شويه، راه كلشي طايب، غير تحمر شويه من التحت وصافي. وكنزلوها لتحت غير باش يذوب داك الفرماج، وكتولي الميني طاكوس ديالنا جاهزه وتاكلوها بالصحه والراحه ان شاء الله. وكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال ميني طاكوس ديالنا بعد ما طيبناها. كتجي واحد ميني طاكوس اللي هي رائعه بزاف. غير جربوها، انا متاكده انها غادي تنال الاعجاب ديالكم. وإلا جربتوها اكيد ان شاء الله ما غادي تستغناو عليها. هي وصفه اللي هي رائعه بزاف ودغيا كتوجد، وش حاجه اللي هي بنينه، يعني بنينه بزاف. غير جربوها وشاركوها مع العائله والاصدقاء ديالكم. وإلا عجبتكم الوصفه ما تنسونيش من لايك الفيديو واشتراك في القناه الى مازال ما مشتركينش، مع تفعيل الجرس باش دائما توصلوا بجديد الوصفات ديالي. وبلا ما نطول عليكم، دمتم في رعايه الله وحفظه، ومع السلامه.